تأثير قلة النوم على هرموناتك. عمرك ربطت بين قلة النوم وتأثيرات بتحصل على جسمك؟ طب تعرفي إن قلة النوم لها تأثير كبير جدا على هرموناتك؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. قلة النوم لها تأثير مباشر على الهرمونات، بتأثر على الجسم وبتعمل مشاكل مختلفة. وببساطة خليني أحكي لك قلة النوم بتعمل مشاكل إيه في جسمك. أولا زيادة الوزن. هل بقى قلة النوم ممكن تكون سبب في زيادة وزنك؟ هو ده سبب خفي، لأنه بيأثر على هرمون الجوع عندك وبيسبب شراهة للأكل أثناء الليل، وبالتالي هيزود زيادة الدهون في جسمك. تاني حاجة تأثيره على البشرة. قلة النوم هتسبب زيادة هرمون الكورتيزون. تالت حاجة هي اضطرابات الدورة الشهرية، لأن فعلا قلة النوم بتأثر على الهرمونات وبيسبب لخبطة الدورة الشهرية. رابع حاجة تأثيره المشهور على ضعف المناعة، وده طبعا نتيجة لارتفاع هرمون الكورتيزون اللي بيقلل المناعة واللي بيتفرز اكتر مع قله النوم. خامس حاجه هو تاثير قله النوم على حالتك المزاجيه، واللي هيسبب زياده الاصابه بالقلق والتوتر بسبب تاثيره المباشر على السيروتونين والدوبامين. طبعا مش كل الناس هيجي لها التاثيرات دي، مش كل الناس هتتعرض لقله النوم هتصاب بالمشاكل دي، وده بيحصل حسب استجابتك وحسب قله النوم وتاثيرها على الهرمونات. ظبطي نومك عشان تحافظي على توازن هرموناتك، وعشان تحافظي على ساعات نوم مناسبه هقول لك شويه نصايح تساعدك في الموضوع ده. ثبتي ساعات للنوم والصحيان عشان تحافظي على صحه الساعه البيولوجيه بتاعتك. تجنبي اي شرب كافيين من بعد الساعه 9 مساء. بلاش اكل تقيل قبل النوم. ممكن تاخدي سناك خفيف زي بروتين خفيف او سناك زي الموز. ابعدي عنك اي اجهزه الكترونيه هتسبب في سهرك. في ناس وصلوا لقله النوم انها حاجه روتينيه عاديه في حياتهم، ولكنها لبعض الناس هي مشكله حقيقيه. عشان كده لو حسيت ان قله النوم بتسبب لك مشاكل كتيره على حياتك بتاثر بالسلب، هيظهر عليكي مثلا زياده الوزن، اضطرابات الدوره الشهريه، وقتها انت محتاجه تروح للدكتور بتاعك.